مبدئيا محدش هيقولك على المكان ده ابدا، مش لان قعدته رايقه وبيفتح لحد الساعه 5 الصبح والديكور بتاعه رايق، لا، لانه بيتفنن في ازاي يديك الحاجه ببلاش. مبدئيا كده عنده انواع فطار كتير ومختلفه، زي الكرواسون اللي محشي مثلا سلمون، وزي الامريكان، لا والامريكان كان ريتش قوي، واول عرض الفطار عليه خصم 20%. وقبل ما اخش في باقي العروض، كالم داون فرعين، واحد في العبور واللي احنا فيه ده في مدينه نصر. وغير الاكل، من اهم المميزات عنده ان هو بيفضل فاتح من 8 الصبح ل 5 الفجر، وبيقدم كل انواع الاكل اللي تتخيله. بس اكتر حاجه مميزه النابوليتان عليها خصم 10%، بس ممكن برضو تاخدها ببلاش. ازاي بقى؟ ببساطه لو انتوا جروب صحاب وطلبتوا 3 بيتزات هتاخدوا الرابعه ببلاش. وعلى فكره هو سرها ان هو عنده فرن حطب، فبيطلعها مظبوطه قوي. ونصيحه مني تجربوا البوراتا تشيز بيتزا. غير كده بقى عنده باستات، وعنده فرايتيز ضخمه جدا في المين كورسز. وبجد ركزوا في اصناف السجق عندهم وهميه. بعدها على طول ركزوا في اطباق السي فود، ودي الحاجات اللي انا شخصيا جربتها وعجبتني قوي فرشحتها. الديزرت وقسم البيكريز بقى هم شاطرين جدا ومتخصصين قوي، خصوصا في الكرواسون، وبيعملوا منه اشكال والوان باصناف مختلفه. والعرض اللقطه بقى ان انتم ممكن تاخدوا حاجه من الديزرت او من البيكريز ببلاش، لان كل 6 مرات هتطلبوهم ال7 ببلاش. وما تنساش الفولو واللايك عشان لسه في فيديوهات كتير انتم محتاجين تشوفوها.